نهاركم زين يا البنات، وش حوالكم؟ ونهاركم طيب، وصباح الخير، صباح الخبز والكونفيتير. ان شاء الله راكم لاباس ومتهنيين. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. صوص طوماطي قدامكم خواتاتي، اللي ديجا غسلتها قبل، مسحتها وخبيتها. قلت لكم لو لوندومان نرحيوها مع بعضانا. رحيتها كما شفتوا. بعد ما رحيتها ضفت لها شويه نتاع الشب. عبالكم هذوك القطع الصغيرين تاع الشب عندهم خدمتهم كبيرة ياسر ومهمة ومفيدة، انهم يعقموا لنا الحاجة اللي نحطوها فيها، سواء كونفيتير والا صوص كيما هكا اي حاجة. الشب هذا ينحي لنا القروصة تاع الطوماطيش كي نخبيوها، يعني ما راحش نخافوا عليها مهما بقات من مدة، ما راحش تفسد لنا الطماطم تاعنا. التدبيرة تاعي تاع نهار اليوم قلت لكم اليوم نهار اليوم. كوم انا كونجيلاتير تاعي صغيره، كي نحط لي بواط راح يحكموا لي بلاصه. يبان لهنا واش عملتها في اللي ساشي، ونحطها ما تديليش بلاصه. وقيس من سحق، يعني اذا سحقيت باه نعمل صوص تاع مكرونه سباغيتي روز اي حاجه، والا بيتزا، راح نجبد ان ساشي نخدم بها والاخرين ما يفسدولناش. هذه تدبيره تاعنا تاع نهار اليوم، وان شاء الله وفكره بسيطه ان شاء الله تنفعكم وتعجبكم. اما الفطور تاعي حبوباتي، سخفت على شويه بويون تاع خضره. يبقى ما نرحيه المرة هذه، حبيت نقطعه رقيق. قطعت هذيك الخضرة كامل بتيدي كما شفتوها. هذيك شوية نتاع حبة سنارية، شوية نتاع خردل، جريوات، بطاطا، بصل، كامل كامل صغيرين كما شفتوهم. في الكسرونة حطيت شوية زيت وشوية زبدة كما العادة. بعد ما دابوا بديت نقلي في الخضرة تاعي، وشوية هذاك الكركاس تاع الدجاج كوم كي نحي هذاك البلون بولي نخليه دائما طيبوا به، باسكو بنتو بنه ابار واش زدت ملح وفلفل كحل، بعد تبقى لي البنه والطعمه نتاع الخضره. وكاين اللي يحبوا الكو تاع القرفه يضيفوا شويه قرفه، مي يحطوا عود صغير، ما يديروش ياسر. لهنا بعد ما تقلات تقدروا تقولوا البنات راهي طابت في هذيك التقليه تاعها. ضفت لها الماء سخون للتمريقه ونخليوها تطيب وخلاص، ساهله ماهله. بعد ما طابلنا البويون تاعنا كما تشوفوا فيه، واش راح نضيف له؟ لهنا راح نضيف له كمشه تقريبا هكاك نتاع دويده. نحطوا هذيك الدويده طيب، غير تهز الغلوه شوي نطفيو ونغطيو عليها، نخليوها ديجا. هذيك لافابور راح تطيب لنا الدويده، ما عندهاش روح خلا. راكم تعرفوا باللي خفيفه ورقيقه كما نقولوا احنا، فيسع فيسع الطيب باه ما تهبلناش. وهكا نكونوا كملنا البويون تاعنا تاع نهار اليوم. عامليك البنات هايل صدقوني والله، بنين بنين وخفيف. سيرتو دركا الحال بارد، سيرتو دركا نستحفظوا برواحنا، دائما لازم ناكلوا سوب هكا سخونه حاجه. نقدموها مع حوايج اخرين اللي حبيتو نتوما، دوزيام بلا مع معجنات كيما حبيتو، هذيك اختياري ليك. ونزيدوا عليها عصره تاع قارص وهكا. واحنا كيفاش نقول، واحنا قدمنا لعائلتنا احسن بويون. بعد ما كملت الفطور تاعي هذا حبوباتي، حبيت نقدم معاكم هادو الكافيتير. وهذه رحيوه نتاع تاع الفواكه. حبيتوا تقولوا رحيوه، خلاط، لاشوار، كيما حبيتوا انتم، لانه عندها عده استعمالات. هذه حباباتي صدقوني هادو في زوز تقريبا عندهم وقيل 9 سنين، 9 سنين بخاس. هذه الحيوه تاع الفواكه نجبدها وقت اللزوم ونعاود نحطها في البلاكار، باسكو ما عنديش بلاصه نحطها فيها. انا نحب حوايج هاد نحطهم في بلاصتها باينه. لهنا كيما تحطي الديسير تاعك، يعني تحبي هنا هذا واش الماء مليح اللي تحب. هذاك كيما نقولوا احنا العصير تاع التفاح، بنان، انجاص، العنب، الفخاز، يجيكم ساهل خلا ساهل خلا. ما متشينا العلفه تاعها هذيك بلا ما تبقاي تنحي في دوك الخيوط، وهذاك العلفه تاع تشينا تجيكم بسيطه وسهله. الجهه هذه اللي تحط فيها يهود فيها هذيك الخضره شغل ممعوسه خلا، ناشفه خلا، معصوره خلا، تجيكم في الجهه هذه، يعني تجيكم سهله وبسيطه. هامريك تشوفوا كيف ما. وهذيك الخضره اللي نرحيوها اللي تبقى ما نرميوهاش، نخليوها نعملوها تيزانه ولا نعملوها في لي غاتو، نحطموها ونديروها في لي غاتو. هذه حبيبتي ريمان هي اللي سقسيتها عليها، قالت لي تصلح وتجي مليحه هايله.
ولا هنا كيف كيف هذيك الجهة اللي يهود عليها، هذيك كما شفتوا هذيك تيوب صغيرة يهود عليه العصير اللي نعملوه تاع اي حاجة. كاين دو فيتاس، البرومي والدوزيام، وهو يعني يمشي بسرعة رهيبة، غير ما ترصي شوية يبدأ يدور. حاجة مليحة خلا وإفيكاس. هما هاد الخلاط هذا ولا كما قلت لكم رحيوه ولا كما حبيتوا، ماهوش هذوك الماركة العالمية، مي هو صدقوني صحيح على الكيف. وشي هو يحب عيد واحدة ويحب الاستحفاد واي حاجة. حوايج هذوما الرحيوات واللي روبو هذوما الخلاط كيما نقولوا احنا ميكسير وبغا ميكسير، كلش كامل يحبوا الاستحفاد على يد واحدة. وتعرفي كيفاه حبيبتي تستعمليهم باه ما يفسدولكش. على ذاك طولولي، ما همش كيما قلت لك هما ماهوش ماركة عالمية، مي نفعني على الكيف. اي عصير نسخفوا عليه نعملو يجيني. هاي المره الجايه ان شاء الله نقدم معاكم العصير. دركا ما عندي حتى حاجه ديسير، ما نكذبش عليكم. على ذاك ما مازال خلي نجيب شويه ديسير ونقدموه مع بعضنا كامل. ولا هنا هذاك كما تعرفوا روبوتيك، راهم نفس لا مارك كما تشوفوا فيهم، وهايلين صدقوني هايلين. هذه الكافيتير كيف كيف هايله. هذه نجبدها ونخليها كل مره كيف ما كما قلت لكم. ما عندنيش مكان معين، حتى عملت هذيك البلاصه اللي قلت لكم عليها كما بدلت الفريجيدال تاعي. بخاس ولادي هذه بداو يستعملوها ياسر في وقت كورونا، قفلوا هذوك القهاوي، يديروا قهوه تاع لاموس، يديروها يعصروها تجيهم قهويه يحبوها، وهكا تحصلوا على القهوه كما يحبوهم. هذا واش يعجبك فيه، ما لازمش هذا، ما نحتاجش هذاك بابي فيلتر اللي لازم نحطه. هذا ديريكت تحطي في هذيك الشبكه تاعو، ديريكت تحطي البن تاعك وتهود لك قهوتك هايله ومليح. سهل الاستعمال، سهل في الغسيل نتاعو. اما منا راهو يهز لك 12 فنجان 12 طاس قهوه يعني، ومش محتم تهبطي. كي نقول لك انا 12 مش محتم تهبطي 12 فنجان. عندك لو دغوا تاعك، تقدري تعملي في 2 طاس 4 طاس 6 طاس كيما حبيتي. تحملي زوز فناجل يهودوا زوز فناجل، تعملي 4 يهودوا 4، تعملي 6 يهودوا 6، حتى توصلي ل 12 فنجان. ومنها هذاك نسميه ريزرفوار تاعنا لهيها. واش تعملي، تحطي الماء وهكا تمتم تهود لك قهوتك. وشي هو انا دائما في الكافيتير ما نحطش ماء بارد، ديما نحط ماء سخون. مسخون تهود القهوه تمتم وتجيك قهيوه تهبل. ان شاء الله نقدمها مع خياتي في اقرب وقت ونقدمها مع بعضنا.